بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. معنا إن شاء الله في الفيديو تلفزيون أوريون 21 بوصة صيني. مشكلة الجهاز متوقف على وضع ستاند باي أو الجهاز مش بيشتغل. كده أنا موصل فيشة التلفزيون في المشترك. مفتاح الباور عندي هنا تحت في المنطقة دي كده اهوت. هضغط كده مفتاح الباور ونبص على لمبة البيان هنا كده وقال بسم الله. لمبة البيان نورت وطفت. الجهاز طبعا مش شغال ومفيش عندنا خارجي ضغط عالي. هنفتح الجهاز ونشوف مع بعض ان شاء الله العطلة يطلع من ايه. بعد ما نفضنا الجهاز من التراب وحررت كل السوكتات، سبت عندي السوكت بتاع الباور بس اللي هو بتاع الفيشة 220 فولت علشان هنوصل دلوقتي التغذية. اول حاجة نبدأ بقى نفحصها دلوقتي عندنا احنا الجهاز زي ما شفنا مع بعض كده. اللمبة البيان بتطفي او بتنور وتطفي. هنشوف مع بعض كده اول حاجة نفحصها عندنا الخروجات اللي هي عندنا بعد الشوبر او بعد الدرايفر. لو لاحظنا نلاقي عندي هنا محادثات سيليكون كتير عندي في الجهاز ده. هنا ادي 1 2 3 4 5 6. هنعرف مع بعض دلوقتي بعد شوية ايه السبب ان في عندنا 6 محادثات سيليكون. اول حاجة هنعملها دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم هنوصل الكهرباء ونسمع بعض كده جهود الخارجة بعد الشوبر. الطرف السالب او الاسود بتاع الملتيمتر هنا في التيونر او ارض البرد او الجسم دوت بتاع تبريد اي سي الفيرتيكال واي ترانزستور لاين. اجيب ملتيمتر وضع قياس فولت دي سي يكون اعلى من 110 فولت واوصل عندي فيشة التلفزيون واقول بسم الله. كده مفتاح الباور وضع تشغيل وكده الجهاز يعتبر شغال. نسمع بعض الجهد كده بسم الله. الجهد يعتبر 12 فولت. ده كده يعتبر 3 فولت. ده فولت ناقص مفيش عندنا تغذية. عندنا 11 فولت هنا مفيش تغذية. وده كده خط 110 فولت. اذا في عندنا محادين سيليكون اللي هو ده اللي هو ده وده مالهمش تغذية. طيب نفس الكهرباء تاني كده. لو لاحظنا نلاقي عندي هنا دلوقتي هنا في الجهاز ده زي ما قلت لحضراتكم 6 محادث سيليكون. 6 ليه عندي هنا؟ اللحظة اللي عندي هنا في بعد محادث سيليكون في عندنا 2 مقاومات، واحدة اهيت واحدة اهي. المقاومة دي يعتبر 47% ودي كده 47%. المقاومتين دول واخدين عندي التغذية هنا من الشوبر مودينا على الأسيل فيرتيكال. يعني عندي الأسيل فيرتيكال ده هنا بيشتغل عندنا بتغذية مزدوجة، يعني 11 سالب 11 موجب او 12 او 13 سالب و13 موجب. وفي عندنا طرف من دول او في محل سيليكون عندنا من دول مش مخرج عندي تغذيه. فممكن يكون في عندي كده احتمال ان في عندنا اي سي فيرتيكال نفسها فتلف قفله على التغذيه اللي خارجه عندنا من الشوبر. ده احتمال. طيب بما ان في احتمال زي ما قلت لحضراتكم ان يكون عندنا اي سي فيرتيكال هو سبب المشكله، فبنعمل ايه دلوقتي؟ هنفك عندنا هنا المقاومتين دول، هنفصلهم عندي هنا نفس التغذيه اللي جايه من الشوبر ونجرب الجهاز. لو الجهاز جاب معانا خط بالعرض يبقى كده المشكله فعلا كده اتحصلت في اي سي فيرتيكال. لو الجهاز عمل نفس المشكله يبقى كده في احتمال لعطل تاني او مشكله تانية. طيب في حد يسالني طب اي سي فيرتيكال ايه علاقتها ان بالشاشه ما تنورش مثلا لو هي بايظه؟ المفروض الجهاز يجيب لي خط مثلا. إيه اللي بيحصل ان الجهاز بيفصل حمايه. الجهاز بيفصل حمايه ليه يا اصدقائي بقى؟ في بعض الاجهزه بيكون عندنا الاي سي اللي هي العمليات عندنا يعتبر اي سي واحده، يعتبر هي الكنترول وهي العمليات في نفس الوقت وهي السيستم، هي قايمه بكل وظائف الجهاز. بتبقى الاي سي واخده عينه من خروج الفيرتيكال وعينه من خروج الهوريزونتال. لما بيحصل عندي اي دروب او اي مشكله او اي خطا في الجهاز الاي سي بتفصل حمايه علشان الجهاز ما يشتغلش في وضع خطا فيحصل عندي حمل او يحصل عندي تلف لمكون في الجهاز. يبقى دلوقتي نعمل زي ما قلت لحضراتكم هنفصل عندنا هنا المقاومتين دول اللي واخدين التغذيه من الشوبر ومدينه على الاي سي الفيرتيكال. الاي سي الفيرتيكال لما تلاقي كده الجسم بتاعها معزول عن الارضي اعرف ان هي واخده تغذيه سالب وتغذيه موجب. يعني انا لو لاحظت كده الاي سي الفيرتيكال اهيت معزول عن الجسم اهوت. اللي في عندك هنا عازل اهوت وفي عندك المسمار تحت منه جزء برضو خزف علشان يعزل الجسم بتاع الاي سي عن الارض، لان الجسم هنا بتاع الاي سي يعتبر بيكون واخد تغذيه سالبه او تغذيه موجبه فبالتالي ما ينفعش يلمس ارضي الجهاز. المقاومتين عندي هنا هم باينين خالص من الشاسيه من تحت. ادي مقاومه اهي حتى في علامه المقاومه اهي. ادي المقاومه التانيه اهي. الاتنين رايحين فين؟ الاتنين رايحين على الاي سي فعلا. هم الاتنين رايحين على ايه؟ على الاي سي.
طيب في احتمال يكون عندنا في ديود منهم عامل شورت، في احتمال برضه، ولذلك قبل ما تفك عندك المقاومات انك تجيب الملتيمتر على وضع قياس الديود وتقيس كده الديودات، جايز يكون فيهم مثلا واحد شورت ولا حاجه، حتى الاحتمال بسيط، ولكن برضه لازم تاخد الاجراء ده. ادي ديود اهوت، وديود التاني اهو زي ما قلنا اللي هم قبل المقاومات. المقاومه اهيت جايبه من ديود، والمقاومه التانيه جايبه من ديود اهوت، نقيس مع بعض كده ملتيمتر وضع قياس الديود اهوت، نقيس مع بعض الديود ده كده، يعتبر مدينا قراءه عاليه، نعكس طرف الملتيمتر كده ادانا قراءة مظبوطة للديود اهوت 500. نقيس التاني مع بعض كده، ادانا حوالي 500، نعكس طرف الملتيمتر كده ادانا قراءة عالية. كده اصبح عندي الاتنين ديود يعتبر كده مفهومش اي مشكلة. يبقى نشيل مع بعض كده المقاومتين او نفصلهم اللي هما جايبين التغذية من الشوبر لاي سي الفيرتيكال اللي هما دول. كده شفطت المقاومتين وهنشيلهم من فوق علشان نشغل الجهاز ونجرب كده. نشيل المقاومتين اللي فوق كده واخليهم بعاد عن بعض. انها اللي شفطتها كده. المقاومتين شلتهم من مكانهم اهمت. هبتدي اوصل عندي هنا كابل التغذية 220، واوصل لمبة البيان ونبص كده على الجهاز بعد ما نشغله. اوصل 220 فولت للجهاز، واقول بسم الله كده وصلت. كده انا سامع صوت الضغط العالي، الجهاز كده اشتغل يعتبر معانا. نشوف مع بعض شاشة الجهاز كده، شاشة تلفزيون، شاشة كده خط اهيت. كده احنا اتأكدنا 100% ان المشكلة دلوقتي عندنا في اي سي الفيرتيكال. كده فكيت المسمار اللي هو عليه جزء العزل اهوت، وانا برضو العزل سليم. اتأكد ان العزل عندي هنا سليم علشان لو في مشكلة يخلي جسم الاي سي يلمس الارضي، فبالتالي الاي سي الفيرتيكال هيحصل فيها مشكلة او مش هتشتغل. هبتدي اشفط بقى اي سي الفيرتيكال عندنا من الشاسيه من تحت. هبتدي اشفط الاي سي بتاع الفيرتيكال اهوت. بعد ما شفطت رجلين الاي سي بالجفت كده وادوس عليه من تحت كده، كده الاي سي خرج معانا. ده كده على الشمال ده اي سي اللي هو اللي كان راكب في الشاسيه اللي هو ال ايه 78040. عندي هنا الرقم البديل المباشر بتاعه اللي هو تي دي ايه 9302. البديل الافضل اللي هو ال ايه 78141. افضل ليه؟ لان ده يعتبر الامبير بتاعه اعلى من 9302. هنركب بقى ده اللي هو يعتبر امبير اعلى اللي هو 78141. وانا بركب الاي سي اللي عندي العازل اللي كان راكب دوت، في عندي الجزء دوت متآكل في الجنب ده، وده ممكن يتسبب في ان جسم الاي سي يلمس عندي الارض، فهركب ده. هجيب عندي هنا الاي سي اهيت والعازل اللي هو على المسمار، واركبه كده اهوت، وابتدي اثبت عندي الاي سي في المكان بتاعه هنا في الشاسيه. بعد ما ثبت الاي سي اهوت وربطت عندي مسمار بصامولة، هبتدي اثبت عندي هنا الاي سي باللحامات الشاسيه من اسفل. لو لقيت مكثف ولا حاجه جنب الاي سي منتفخ او مكثف العازل بتاع المكثف من فوق المكثف كده كاشش او سايح، اغير مكثف على طول بدون تردد. هبتدي الحم عندي الاي سي وارجع مقاومتين زي ما كانوا اللي احنا فكيناهم.
كده لحمت الرجل الرئيسية، اتأكد ان مفيش عندي هنا رجلين لامسة بعضها. رجع المقاومتين زي ما كانوا. في عندنا مكثف جنب الاي سي شكله اهوت، مكثف شكله شايفين دوت كده. ده المكثف ده غيره. اطرافه اهيت، طرف اهو والطرف التاني اهوت. افرغ مكان الرجلين عشان نركب واحد غيره. مكثف طبعا اهوت اللي شلناها تالف، هيكون 220 على 35 تالف اهوت، باين عليه من تحت ومن فوق. لقيت عندي 220 مايكرو على 50 فولت اهوت. لو ركبت مايكرو اعلى مفيش اي مشكله، لان المكثف ده يعتبر راكب على التغذيه اللي هي خارجه عندي من الشوبر. ركب المكثف في المكان بتاعه اهوت. مش هطفي المكثف الزياده، وابتدي اقعد الشاسيه. بعد كده هنفضل التراب كده للشاسيه من تحت عشان اي ريش قصدير ولا اي حاجه. وابتدي كده نقعد الشاسيه واوصل الكابل بتاع 220 واسمي الله كده، اوصل عندي الجهاز. قول بسم الله كده الجهاز اشتغل. سمع صوت الضغط العالي اهوت. نسمع بعد كده بقى الجهود دلوقتي بعد ما الجهاز اشتغل. على تغذية اصيل فيرتيكال. اوصل عندي ملتيمتر طرف عندنا الارضي، ارض التيونر، لان الارض بتاع ترانزستور اللاين ممكن دوت عشان اصيل فيرتيكال معزول، فممكن يكون مش واخد ارضي، فيستحسن ان اوصل من ارضي ومتاكد من زي التيونر. مثلا اوصل كده ملتيمتر، اخليه على وضع قياس 600 فولت مثلا. يسمع بعد كده الجهود بقى تاني. ده كده الجهد 13 فولت او 12 فولت. ده جهد 10 فولت. ده كده جهد سالب لاسيب فيرتيكال 14. ده موجب لاسيب فيرتيكال 13. وده 22 فولت. وده كده يعتبر ايه 110 فولت. كده يعتبر الجهاز شغال. نشوف مع بعض كده شاشة التلفزيون. كده شاشة الجهاز شغالة اهيت، كاتب عندي الماركة اوريون. بكده الحمد لله احنا صلحنا الجهاز. كان المشكلة عندنا في اي سي الفيرتيكال، واي فيرتيكال ممكن تكون باظت بسبب ان المكثف بتاع الترشيح دوت باظ، فبالتالي بقت شغاله تغذيه واحده بس. يعني ممكن يكون احتمال سبب تلف اي سي الفيرتيكال. احنا كده الحمد لله صلحنا التلفزيون. وكده وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.